يقول أنا وارتعبت. سمعته وهو يقول إنه راكب جنبي تيس. يقول ما استطعت إني أحط رجلي على الكلتش وأعشق السيارة. يقول والتفت يسار ما أبغى أشوفه، أخاف أشوف تيس. يقول المهم مشيت شوي ولا 15 متر 20 متر ووقفت على اليمين قلت له بالله ينزل. يقول وانا ما اشوفه ما طالعه. يقول ما طالعه. يقول خايف. يقول انا خايف. وانتم تسمعون الاخ رامي في التسجيل وهو يقول هذا الكلام. يقول انا خايف. يقول قال لي يا اخي المكان هذا مقطوع وديني مكان ثاني. قلت له الله يخليك تنزل الان، انزل الان ولا ترى بلف وارجع للعسكر واكلمهم انك رفضت تنزل. قال لا لا لا, لا ما تكلم العسكر. يقولوا نزل. يقول هو نزل. يقول وأدور وارجع للعسكر. يقول ناديت العسكري اللي فتشني قلت له بالله تعال. جاء السلام عليكم ورحمة الله. قال يا أخي أنا مريت من عندك قبل شوي وأسمعك تتكلم صاحبك تقول شوف هذا الحمار مركب جنبه تيس، يعني ماعز. يقول قال لي والله إيه والله إنه اللي جنبك تيس. قال يا ابن الحلال شو اللي جنبي تيس؟ اللي جنبي رجل أسود البشرة. قال أقول لك والله تيس، اللي جنبك والله تيس شفته بعيني. يقول قلت طيب وصاحبك شاف؟ قال سأله قال أنت شفت الثاني؟ قال لا والله بس سمعته يقول إنه هذا الحمار مركب جنبه تيس. يقول أنا رعبت وصعقت ولا أدري وش قصة هذا الرجل. يقول قال لي العسكري ليش فيه؟ يقول قلت يا أخي اللي كان راكب جنبي رجل أسود البشرة في الحقيقة سوداني. يقول لهجة سودانية. طبعا هذا ما في عيب لأخواننا السودانيين لكننا نصف الحدث. يقول قال وينه؟ قال نزلته هنا 10 أمتار و15 متر قريب مرة. يقول ركبوا معي عسكر وقالوا تعال نجيبه. يقول رحنا للمكان والله يا أخ علي ما لقيناه، فص ملح وذاب. يقول دورناه ما لقيناه. أنا أبغاكم يا جماعة الخير تحاولون تفكرون معي إيش وضع هذا الرجال. أنا بقول لكم تحليلي وأنتم أعطونا تحليلكم. أنا أتوقع والله أعلم أن هذا رجل ساحر، لأن مواصفاته الشكلية، الرائحة، الخواتم، وموضوع اللون الأسود هذا اللي على أظافره هذا يعطيك مؤشر. أيضا من الأشياء اللي تعطيك مؤشر إنه لما مر من عند العسكر غير شكله. هل هو يستطيع تغيير شكله حقيقة؟ لا، هو يستطيع أن يعمل سحر التخييل مثل الذي عمله سحرة فرعون عندما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس يشوفون الحبال والعصي أنها حيات وحيوانات، وهي في الحقيقة عصي وليست حقيقة. الحية الحقيقية كانت مع موسى، لأن موسى يمتلك المعجزة ما هو السحر. فهذا الساحر كان مستخدم سحر التخييل. بتقولوا لي ليش؟ أنا وجهة نظري ليش؟ لأنه مر من عند نقطة تفتيش ولا يبغى العسكر يعني يستوقفونه أو يطلبون بياناته أو يتحققون منه، وبالتالي فلت من العسكر. فلما نزل اختفى بسرعة حتى لا يرجع له العسكر.